شكرا للزملاء المصورون. مرحبا بكم في هذا الندوة الصحفية لفريق الترجي التونسي قبل من مواجهته لفريق الوداد الرياضي برسم دور نصف النهائي ذهاب الافريكان فوتبول ليج. رحبوا معي بمدرب الفريق الاستاذ طارق ثابت، وكذلك عميد فريق الترجي التونسي محمد امين بن حميده. قبل ما نعطيكم الكلمه باش تطرحوا الاسئله ديالكم اللي نتمناها تكون في سياق هذه المقابله هذه فقط، فاسمحوا لي انني نطرح الاسئله الاولى. سؤالي للمدرب كوتش، كيفاش كانوا تحضيراتكم بالنسبه لهذه المواجهه ديال فريق الوداد الرياضي، رغم اننا عارفين كاملين بان التوقيت فهو ضيق جدا ما بين المقابله ديال ربع نهائي ومقابله الناس. اول شيء السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم. اظن اللي التحضيرات كلها في المخ في الذهن اكثر منها كتابه، لان سواء احنا سواء الفريق المنافس لعبنا نهار الخميس يوم سبت. معناتها التحضيرات هذه معروفه من اول ما عارفين روحنا مش نلعبوا معناتها الكومبيتيسيون هذه. نظن اللي ما ان شاء الله معناتها نكونوا حاضرين غدوه معناتها من جميع النواحي ان شاء الله باش نبرديو ماتش ممتاز، وماناش غراب على الوداد وهما ماهوش غراب علينا، واحنا ماناش غراب على المغرب على جمهور المغرب. كيف هم لقاءات ديما مستمره مع بناتنا مادام موجودين في نفس القاره، نفس معناتها حتى في نقول احنا اقليميا اكيد باش نكونوا ديما، لان زوج فرق عندها قيمه كبيره في بلدان. سؤالي كذلك للعميد محمد امين بن حميده، كيفاش يعني روح المجموعه كيفاش دايره قبل من هذه المواجهه ديال فريق الوداد الرياضي؟ السلام عليكم قبل كل شيء، مرحبا بكم. صحيح وجيز باش نحضر في المباراه، خصوصا المباراه كنعرفوا انه كيف ما كانت الوقت ديالنا الحيز الزمني قليل، فشنو ركز عليه المدرب طارق ثابت في هذا الحيز الزمني فيه السفر وكذلك الحصص التدريبيه، واش الجانب البدني او الجانب استرجاع اللياقه البدنيه قبل هذه المواجهه؟ السؤال للاعب، اكيد ربما الخطوه اللي بقات لكم هي نصف نهائي الوصول للمباراه النهائيه، وكنعرفوا حساسيه الدربيات المغاربيه بين الفرق شمال افريقيا كتكون دائما قوه مما كتحسن حتى المباراه الاخيره، فشنو كيدور في عقل اللاعبين في اثناء مواجهه فريق الوداد الرياضي؟ شكرا. مرحبا بك فايز. نظن اللي الدورة هذه بصراحة من أول الموسم احنا عارفين واحنا مش نشاركوا فيها في التوقيت هذايا، معناتها التحضيرات سابقة معناتها وعارفين اللي باش تكون معناتها ماراثونية. معناتها نظن اللي فريق اليوم احنا موجودين ان شاء الله، اليوم عندنا حصة تدريبية وغدوة الحي نلعب الماتش بتاعنا ان شاء الله. اكيد باش الوداد باش يشوفنا واحنا باش نشوفوه. فريقنا قاعد يتطور، قاعد يتحسن، قاعد عنده معناتها ميزة جيدة كيف الفريق المنافس، باش تكون معناتها بصراحة معركة كروية. بصراحة معركة كروية سواء كانت ذهنية سواء كانت بدنية سواء كانت تكتيكية. كما قال التوامين باش يكون شوط أول في المغرب وشوط ثاني في تونس. إن شاء الله نعرفوا كيفاش نجريو لي دي ماتش تريز امبورتون، هذه مهمة جدا. سواء كان هنا نعرفوا اللي ماناش حتى الماتش اللي نحن الترجي ديما نلعبوا في ضغط جماهيري. المهم نحن ديما نشوفوا رواحنا، ديما نعاود نقولها احنا 80% ثم الفريق المنافس، لأن في نفس الوقت احنا نتكلم فيهم وديما نقول الترجي الرياضي التونسي فريق غني عن التعريف. نرجع نقولها ما نخافوا من حد لكن نحترموا الناس الكل. ان شاء الله نكونوا جاهزين 100% وعندنا الرغبه للذهاب معناتها اكثر ما يمكن في الدوره هذه، ولما لا ما نكونوش احنا الترجي الرياضي التونسي متوجين بها كاول دوره ان شاء الله.
شكرا على السؤال خويا يوسف. كما قلت مواجهة باش تكون صعيبة ضد المغاربي. تصور العامل الأول هو باش يحكم في الميدان هو العامل الذهني. بدنيا مصورش معناها اللاعبين مش حاضرين ما شاء الله. كما شفتوا لعبنا ماتش اللي روتور ضد مازيمبي معناها من أعلى طراز. تصور أصحابي نشكرهم على الأداء اللي قدموه حاضرين سورتو لي بلون. إن شاء الله التركيز توا باش يكون ذهنيا اللي باش يكون أكثر مركز. نتصور بمباريات هذم يتلعبوا على جزئيات قصيرة معناها على التركيز أكثر منه باش يكون جهد. إن شاء الله نكونوا حاضرين نحن كما يلزم. عندنا الشوط هنا لازمنا يعني نكونوا حاضرين سورتو معناها نيفو ريزولتا نحاولوا نكونوا إيجابيين هنا. نعطيو كل منافس حقه وإن شاء الله نكونوا على هذا المستعدين. تفضل. السلام عليكم. أيها الأخوة صحفي بموقع الأستاذ تاوي. سؤالي موجه للمدرب، ما هي الغيابات أو الإصابات اللي عند الفريق حاليا؟ شوف غيابات أظن اللي يحضر جزء بالنسبة لنا. هذا المجموعة بصراحة متكاملة. عندنا رصيد بشري ثري، عندنا خليط ما بين نقول احنا الجناس الشباب والخبرة. عندنا الحمد لله معناتها قاعدين نخدموا في أجواء جيدة. معناتها شوف المباريات هذه ما يهمش شكون يلعب، المهم انك تكون جيد داخل الملعب. سواء لعبت فلان ولا فلان عليك ان تكون جيدا داخل الملعب وتعطي ما عندك لصالح المجموعه. هذه اهم حاجه احنا اللي ماشيين بها. معناتها اكيد او في دوره كما هيك فما اوراق صفر، معناتها وتعرف صفرتين هي تحرمك من الماتش اللي بعده. معناتها نظن ان المدرب اكيد عنده لاعبين مهمين، لكن في نفس الوقت مش مخلي اللاعبين الاخرين ياخذوا شبه. المدرب الباهي يخدم المجموعه كامله مع بعضها، نفس التكتيك نفس الشحنه نفس معناتها البدني نفس كل شيء. هذا مهم جدا مش نهار الماتش اللي تحتاجه يكون حاضر. هذه اهم حاجه. في مستوى كما هيك في وقت كما هيك بصراحه راهو ما عادش تحكي على داخل الارض وخارج الارض. معناتها مع فرق كما هيك معناتها بصراحه معناتها لدينا سواء كانت اللاعبين تاعنا ولا لاعبين الوداد ولا لدينا معناتها من الخبره الكافيه ولا المدربين ولا واحد ان نعرفوا معناتها كيفاش نجاريو الماتشات هذه. ولهذا في مستوى كما هيك راهو الكره باش تلعب داخل الميدان ما بين اللاعبين. ان شاء الله نكونوا حاضرين ذهنيا خاصه ونكونوا اذكياء برشا في الجزء ماتشات مش في الماتش واحد. فهمت؟ ان شاء الله ربي نسال الله التوفيق والتوفيق. سؤال اخر؟ حمزه. السلام عليكم. حمزه بن مال موقع افو سبور. سؤالي لك السي المدرب هو الترجي ديال هذه السنه ديال بدايه السنه يعني تقبلوا بزاف ديال الاسماء منهم محمد الهوني صالح المدرب يعني مشاو لكم بزاف ديال العناصر اللي عندهم خبره في المنافسات الافريقيه. واش العناصر الجديده اللاعبين البرازيليين او الانتدابات الجديده ديال الترجي قادرين يعوضوا هذه الخبره ديال هاد اللاعبين؟ وبالنسبه لكم نتوما انه الاستقرار التقني عند الترجي غاب في السنه الاخيره في بدايه هذا الموسم، واش هذا غادي يكون عامل ضد ولا محفز لطرف الترجي؟ شكرا. صحيح. بالنسبه للاعبين نظن اي لاعب باش يمر في نادي معناتها مش يخلد فيه. معناتها نظن اللي فما فتره باش يعديها. الفتره اللي عدوها اللاعبين هذول كانوا جيدين. اليوم فما لاعبين اخرين يعرفوا شنو يستنى فيهم في الترجي، يعرف جمهور الترجي ايش يحب، يعرف اداره الترجي ايش تحب. معناتها كل لاعب قادر باش يلعب في الترجي راهو عارف على ايش جاي. معناتها احنا فريق رانا ما نشاركوش، احنا فريق ندخل باش نهز بطولات. معناتها كل لاعب يعرف الشيء هذايا وهذا يحكم، هذا قدرنا وهذه عيشتنا. انا من اللي كنت حتى انا كنت لاعب من نهار اللي جيت نعرف روحي على ايش قادر. لاعبين تو كيف قاعدين معناتها نحكوا معاهم برشا. راكم ماكمش في نادي عادي، نادي راه متعود بالبطولات. الجمهور نتاعنا نقولوا احنا في تونس عينه كبير معناتها متعود بالبطولات. ولهذا اي لاعب باش يجي باش يكون فما دراسه اكيد اللي ينجم ولا ما ينجمش، خاصه من الناحيه الشخصيه مهم جدا. مرات تنجم تلعب كوره ما تنجمش تلعب في فريق كبير. فما حتى في المغرب يمكن راه صارت ان تلقى ملاعبيه كبار لكن ما ينجموش يلعبوا في انديه كبيره لان الشخصيه تولي ناقصه. وهذه اهم حاجه، يمكن يكون عندك كاريزما يكون عندك كاركتير باش تنجم تلعب في نادي كبير بجمهور كبير بضغط كبير بالماتش ورا ماتش. معناتها اليوم تربح غدوه لازمك تربح مره اخرى. معناتها مش مسموح للانديه هذه انك تربح ماتش وبعد تقول له ميساج خلينا نتعادل. لا، لازمك تمشي 7 8 10 ماتشات ربح وبعد كي تعادل مرات يلوم عليك يقول لك كيفاش تعادلت. وهذا هو القدر اللي حطوا فيه ارواحهم اللاعبين.
صراحه هذا ان شاء الله معناتها اللاعبين الموجودين صحيح نرجع نقول لك الاستقرار صحيح ما كانش موجود، لكن في نفس الوقت اليوم احنا خدمنا نشكر الاطار الفني اللي فات معناتها المجموعه كوناها مع بعضنا، لاني كنت في نفس الوقت مدير رياضي وكنت مسؤول عن الانتدابات. معناتها معظم اللاعبين اللي كانوا موجودين تعدوا على يدي وعلى موافقتي الفنيه. اليوم مانيش غريب عليهم، مانيش غريب على الترجي. معناتها اللاعبين هذول الصغار يمكن يعرفوا طارق، احنا الحمد لله عندنا جو باهي من بين بعضنا. ان شاء الله اللاعبين الموجودين يعطوا 100% في احد اكثر 100% في عقودهم في الترجي، مش في ماتش. احنا ما نلعبوش على ماتش، نلعب على اهدافنا واضحه، وان شاء الله اللاعبين يكونوا في المستوى، خاطر هم جايين ماهوش باش يلعبوا في الترجي، جايين باش يهزوا بطولات في الترجي. سؤال آخر؟ كان هذا كان آخر سؤال خلال هذه الندوة الصحفية. شكرا لك كوتش طارق ثابت، شكرا لك محمد أمين بن حميدة. غنذكر فقط بأن الحصة التدريبية لنهار اليوم لفريق الترجي التونسي غادي تنطلق مع الساعة 7 في مركب محمد الخامس. ربع ساعة الأولى منها فهي غادي تكون مفتوحة للإعلام، وقبل منها إن شاء الله غادي تكون لازم ميكس مع بعض اللاعبين تاع الفريق الترجي التونسي. شكرا لكم. Watch.